حاجة بسيطة جدًا هتعملوها هتخلّي البطاطس المحمرة مقرمشة مهما سبتوها، هاقول لكم إزاي تعملوها مقلية وفي الair fryer بأنجح طريقة، وكمان هاقول لكم إزاي تخزنوها من غير قلي. أهم حاجة نجيب بطاطس تحمير نقشرها ونقطعها، المهم ما تبقاش متقطعة رفيع أوي وده أول سر. أنا باحب أقطع كمية كده عشان أخزنها في زيت غزير ويكون سخن شوية، بانزل بالبطاطس وأول ما تتشمع بالشكل ده باطلعها على مصفى. وده بقى أهم سر لقرمشة البطاطس، بتتقلي على مرتين، ممكن تخزنوها في المرحلة دي بس أنا باخزنها بطريقة تانية من غير قلي. لما تبرد تماما بقليها القلية التانية والزيت برضو يبقى سخن، هتاخدوا لون تحفة وقرمشة مفيش زيها. وهي سخنة كده حطوا عليها الملح أو توابل البطاطس واسمعوا كده القرمشة. بخزنها ازاي بقى من غير ما اقليها؟ بقطع البطاطس واحطها في ميه مغليه لمده 3 دقايق بس مش اكتر، عشان ما تتهريش والبطاطسايه تبقى ماسكه نفسها زي ما انتم شايفين كده. كل واحده من البطاطس بتاخد معلقه من النشا، نقلب النشا كويس قوي مع البطاطس ونقدر نخزنها في اكياس الفريزر، نطلع منها الهواء وكل ما نحب نطلع ونحط في الاير فراير عليها رشه زيت ونشغل برنامج البطاطس، بتطلع تجنن واحلى بطاطس هتجربوها في الاير فراير. مش محتاجه اقول لكم برده مقرمشه قد ايه. لو عايزين تقلوها بتطلعوها مجمدة تقلوها في الزيت، والله يا جماعة بتفضل مقرمشة طول اليوم مش بس أول ما تطلع من الزيت. ما تنسوش تعملوا سيف عشان تخزنوها لرمضان، عشان بجد مفيش ألذ من كده.